ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع حصاد الفكر. وعندي سؤال في حلقتنا عن العلم الواجب: هل فعلا هناك علم واجب؟ كلمة واجب تعني أن من تركه يأثم، من تركه يأثم. هل هناك علم يأثم من لم يتعلمه؟ طبعا هنا نتكلم بشرط أن يكون قادر. كل الواجبات لازم يكون الإنسان قادر عليها، إذا ما هو قادر على الحج يعفى منه، ولا بد أن يكون قادر على هذا العلم. فهل هناك علم واجب على من يقدر على تعلمه ولم يتعلمه يأثم؟ طبعا اللي ما هو قادر، من الذي يأثم؟ يأثم من يحتك به ويقدر على تعليمه ولم يفعل، هذا يأثم. اللي يقدر يعلمه وما علمه يأثم. لكن سواء هذا المعلم أو هذا الطالب القادر، هل في علم يجب أن يتعلمه الإنسان؟ والجواب نعم، هناك مجموعة من العلوم يجب أن يتعلمها الإنسان، يجب، ويأثم من لم يتعلمها. أولها هي أصول العقيدة. أصول العقيدة هو أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الخمسة المذكورة في القرآن الكريم. أضاف لها بعض العلماء ليس كلهم، أضافوا القضاء والقدر، وبناء على حديث، والحديث آحاد، وبعض العلماء يعمل بحديث الآحاد في العقيدة، بعضهم ما يعمل، فهذه إضافة يجوز الاختلاف عليها. حتى أنا مؤمن بالقضاء والقدر، لكن في نفس الوقت هل هو من أركان الإيمان؟ هذه مسألة فيها اختلاف. إذن أصول العقيدة يجب تعلمها. هنا نتكلم عن الأركان، عن الأساسيات، هنا ما نتكلم عن التفاصيل، يعني لازم يعرف تفاصيل العقيدة في المهدي. طيب إذا واحد ما آمن بالمهدي ما في مشكلة، لأنه من تفاصيل العقيدة. أو نبي الله شيث ابن آدم، من لم يعرفه ولا يعرف أنه نبي ليس مشكلة، لا، من تفاصيل العقيدة، وخاصة أنه لم يذكر في القرآن الكريم. إذن العلم الأول الواجب هو أصول العقيدة. العلم الثاني الواجب هو الفروض أركان الإسلام، وهي كما تعرفون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا هنا يجب أن يؤمن بها ويجب أن يتعلمها في وقتها، يعني إذا بلغ يجب أن يتعلم الصلاة، إذا عنده مال يجب أن يتعلم الزكاة، إذا جاء يحج يجب أن يتعلم الحج، إذا كان قادر على الصيام يجب أن يتعلم أحكام الصيام. العلم الثالث الواجب هو الكبائر. والكبائر تعريفها هي الذنوب التي عليها حدود، جاء فيها حد شرعي، والذنوب التي تكرر عليها الوعيد، تهديد بالنار. إذا ذكرت مرة واحدة اختلف فيها العلماء، بعض العلماء قال أي شيء توعد الله فاعله بالنار فهو من الكبائر، لكن معظم العلماء لم يفعلوا هذا، وإنما الذي تكرر عليه الوعيد هو من الذنوب الكبيرة. فهذه الكبائر يجب تعلمها، ولا يجوز إنسان والله يقول والله فعل من الكبائر شيئا والله جهلا، هذا الجهل يأثم صاحبه، لأنه يجب أن يتعلمها، ويجب على الآباء والأمهات والمعلمون أن يعلموها للصغار والمتعلمين. العلم الرابع الواجب هو علم الحال. علم الحال، هناك أحوال تمر على الإنسان، إذا جاء هذا الحال يجب أن يتعلم علمه. مثلا من يريد أن يتزوج يجب أن يتعلم أحكام الزواج، من يريد أن يطلق، معظم الناس يطلقوا خطأ، يسموه طلاق بدعي، يجب أن يتعلم ما هي أحكام الطلاق الصحيح وما هو الطلاق البدعي. البيع، الشراكة، السفر، المرض، الغسل الميت، في وقتها يجب تعلمها، هذا اسمه علم الحال. هذه العلوم الرئيسية
يجب أن يتعلم الإنسان. على فكرة لا يجوز تكفير الجاهل بها، اللي يجهلها ما نقول كافر، نقول آثم، لكن يجب أن يتعلمها ويجب أن نعلمه. يضيف لها بعض العلماء العلم الخامس وهو فرض الكفاية. علوم الدنيا يعني ما يصير كل المسلمين يجهلوا علم الطائرات والصواريخ، ما يصير. في هذا الزمن يجب أن يتصدى لهذا العلم من يقدر عليه، فمن يقدر عليه ولم يتعلمه أيضا يأثم. إلى أن تتحقق الكفاية حاجة المسلمين اكتفت. طبعا هذه العلوم هي الأساس، ويأثم من لم يتعلمها، فاحرصوا على تعلمها وتعليمها. وفقكم الله تعالى في الدنيا والآخرة. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.